اجيو تشوفوا مع من حشرنا الله سبحانه وتعالى في الجوار، كي قال المغفور له الراحل الحسن الثاني الله يرحمه، واسمع مع من حشرنا الله في الجوار. أتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم، لأن ما وصل إليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوة منتخب أمريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء، لذلك أتوقع فوز منتخب أمريكا على المغرب. إن المنتخب الولايات المتحدة يمشي إلى الدور نصف النهائي، إن يمشي للنهاية ربما يقابل الأرجنتين. اليوم راح نشوفوا خسارة المنتخب المغربي، الأفضلية من جهة أمريكا. المنتخب الولايات المتحدة يعني تنظيم محكم، يعرف الكرة جيدا، وشفنا كيفاش يلحق المنتخب الولايات المتحدة، يبقى واحد من أفضل. ولكن انا كنقولها خليكم هكاك، راه نحطكم كتقولوا راه ما يقدوش يضربوا هذا المنتخب، راه المنتخب راه يتقصى ديال المغرب، وحنا الله سبحانه وتعالى مزيدنا. ثم غنخليكم هكاك، حنا راه ان شاء الله في الفينال، ان شاء الله راه اللقب ديالنا، وموتوا بغيظكم. ملي غتجيو عندنا لهنا غنسبقوا عليه، نتهلاو فيكم.